السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم كاطو دارنا مع كراميلا. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم هانتوما شوفوا شنو جبت لكم هاد سيدي مولاي البراوني اولا البراونيز بلا زبده، اقتصادي وكيجي لذيذ ومعلك ومذاقه يا سلام. المهم الا تبعتوا المقادير والطريقه كيف درت انايا اكيد غادي ينجح معكم وغادي يجيكم شهوه منه. دابا هذا كيجي خفيف يعني ما كيتعطلش في الفران، وبما انه الحراره هاد الايامات حنا راه دابا تنقلبوا غير على لي صالاد وداك الشيء خفيف على بركه الله. عندي 90 غرام ديال الدقيق اولا كاس مع مرش، عندي 100 غرام ديال السكر، هي الوصفه فيها 150 غرام ديال السكر ولكن انا نقصت لانني دايره شوكولاته بالحليب حلوه، وعندي 140 غرام ديال الزيت، 180 غرام ديال الشوكولاته انا خدمت بشوكولا ماكاو ديال الحليب، ممكن تخدموا بشوكولا اللي فيها 55% ديال نسبه الكاكاو اولا 72% على حسب الذوق ديالكم. انا غادي نعزز المذاق ديال الشوكولا بالكاكاو. عندي 2 بيضات وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات و2 ساشيات ديال سميتو ديال الكاكاو وكيس ديال الفانيلا وقريصه الملحه كما شفتوا راها كاينه في لو بول. الوغ اول حاجه هذا ما كيتخدمش بحال الكيك، والوصفه الاصليه ديال البراوني راه فيها الزبده كما قلت لكم ديك المره. حنا كنزيدوا شويه وكنقصوا شويه على حسب داكشي اللي عندنا في الدار، على حسب كنقتصدوا وكنخرجوا وصفه ليسونسيال اولا المهم انها تكون بنينه ومونجابل نقدروا ناكلوها. هادشي اللي كاين. اول حاجه درت السكر مع الزيت وضربتهم حتى كيذوب لي داك السكر وديك الزيت ما كيبقاش يبان. عاد باش كنضيف البيض 2 بيضات حجم كبير ومن طبيعه الحال يكونوا بدرجه حراره المطبخ صافي، وتنخلطوا. في هذا الاثناء راني درت الشوكولات ديالي في حمام مريم باش يذوب. الا كنتو 11 شوكولات يعني ذوبتو قبل ما تبداو الخدمه فتقدروا ديروه في الميكرووند، ولكن انا ما كنحبش ديك الفكره ديال الميكرووند لانه يقدر يتحرق لكم الا ما قابلتوهش. ديروه في حمام مائي وخليوه حتى كيذوب صافي. ضفت داك الساشي ديال الفاني وغادي نخلط مزيان. هنا الغرض ديالنا ماشي اننا نطلعوا البيض، لانه في هذه الوصفه هذه واخا البيض ما يطلعش يعني بحال الكيكه راه غتكون النتيجه مزيانه. داكشي علاش كنخدموا غير بالفوي يتجانسوا لينا العناصر وصافي. بالنسبه للتزيين انا غادي نزين بلي بيبيت دو شوكولا بيضين وغادي نزين بشويه ديال الكركاع. خليت داك الخليط ديالي على جنب وغادي نغربل هاد الطحين ديالي مع الكاكاو ومع خميره الحلويات. بالنسبه لخميره الحلويات راه واخا كتشوفوني حاطه الساشي ولكن تما راه كاين غير نص ديال الساشي، وكما قلت لكم انا درت 2 ديال الساشيات ديال الكاكاو. كونوا نوعيه جيده من طبيعه الحال لانني خدمت بالشوكولاته بالحليب هي اللي عندي في الدار وخدمت بها هي اللي خرجت تسخر بهذه الحراره صافي. وبطبيعه الحال باش ما نعكزوش على الوصفه كنقضيو بداكشي اللي عندنا في الدار. كنتو تخدموا بشوكولات اللي فيه نسبه ديال الكاكاو عاليه يعني 55 اولا 72 فتقدروا تستغناو على ديك الكيس الثاني ديال الكاكاو ديروا غير واحد صافي. هادشي اللي كاين. الشوكولات من بعد ما داب كنخليه حتى كياخذ لا طومبيراتور اولا الحراره ديال الجسم ديالي يعني ما كيبقاش سخون، كنولي كنقدر انني نقيس فيه كيبرد، ماشي ديك يبرد حتى يقصح ولكن كتولي الدرجه ديال الجسم صافي. كنخلطو مع داك الخليط حتى كينسجم ليا كذلك، كنبدا كنضيف دوك النواشف. بالنسبه للنواشف راهم معبورين يعني 90 غرام ديال الدقيق راها معبوره، ضفت ليها الكاكاو ضفت ليها الخميره كيماويه كما قلت لكم 90 غرام راه هي كاس مع مرش. انا السعه ديال الكاس هي السعه ديال الكاس ديال العنبه المعروف في المغرب اللي كيوزن 150 ملي. هادشي اللي كاين صافي. غادي نخلط هذوك النواشف. القوام ديال هاد الكيك أو براوني اولا هاد البراونيز هادو كيكون دقيل يعني ثقيل، يعني منين كنبداو كنخدموه بالفوي كنحسوا به انه ثقيل. ما تخافوش هذا هو الوصفه كتكون بحال هكا. هادشي اللي كاين هنا. كنتاكد يعني بالسباتول كنتاكد او ميم طون انايا كنجمع دوك الجنيبات وكنتاكد انني ما عنديش فيه تكتلات وصافي. غادي نديرو في المول. بالنسبه للمول نتوما الا بغيتوا البراوني يجيكم طالع ماشي بحالي انا تقدروا ديروا المول صغر من هذا غير بشويه اولا شي اطار اللي كتلبسوا ليه البابي كويسون ولا الفيلم اليمونتير الخاص بالمطبخ وصافي. وكديروا فيه كتاطاليو فيه اولا كديروا فيه ديك الخليط ديالكم. كنتو بغيتوا يعني تخدموا بنفس الطريقه اللي خدمت انايا كيجي البراوني ما هو كبير ما هو يعني ماشي غليظ ليبيسور ديالو تتكون
هي هذيك انا تيعجبني صراحه بحال هكا. راه غادي نخلي لكم القطر ديال البيغيكس اولا ديال الصينيه اللي خدمت بها. صافي هادشي اللي كاين. كندير ديك الخليط وضروري من ورق الطبخ. هاد الوصفه هادي ما فيهاش ندهنوا بالزبده ونديروا الدقيق ولا شي حاجه، ضروري ومؤكد يكون ورق الطبخ ويكون نوعيه جيده، ما يكونش هذاك ديال 5 دراهم 7 دراهم، لانه راه غادي تلصق لكم فيه الوصفه وغادي تضيعوا كل شيء. المهم هذا يعني غير من باب من باب اون بارونتيز وصافي باش تنجح معكم حتى نتوما الوصفه كما نجحت معايا انا. صافي هنا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. ديروا لوز، ديروا كركاع بحال اللي درت انايا، ديروا لي بيبيت دو شوكولا كتفيو بهم اولا قطعوا الشوكولاط وديروه من الفوق. انا درت هكايا شي طريفات ديال اللوز، راه ماشي بزاف يعني، راه غير واحد 6 ولا 7 ديال الفصوص ديال الغرض ويعني وافيين. صافي وغادي نضيف ليهم كذلك ديك لي بيبيت شوكولا بيضين. ما عنديش شوكولات، ما عنديش لي بيبيت دو شوكولا اولا حبيبات الشوكولاته في الاسود، درتهم بيضين وحتى هما عطاو واحد المنظر من الفوق اللي هو زوين. غير هما ماشي كاليتي يعني ماشي شي حاجه اللي هي كاليتي. المذاق ديالهم كيكون سكري. هذاك راه بديل الشوكولاته وهو على شكل حبيبات. منين شريته بحال هكاك صافي وقلت نخدم به يعني ما نضيعوش مع اللوحوش. صافي هادشي اللي كاين. والفران ضروري ما انه يكون سخون، سخنته على اعلى درجه. ومن بعد من غادي ندخل هاد الوصفه هذه ما كنشعلوش من الفوق ومن التحت، حتى ومنين كنسخنوا الفران كنسخنوه غير من التحت، ما كنشعلوش الفوق نهائيا. سخنته راه منين بديت في الوصفه وانا شاعلاه كيسخن، وكل وحده والفران ديالها، يعني الفران يكون سخون مزيان وشعلو غير من التحت وكيطيب غير واحد 10 دقائق حتى ل 13 دقيقه. الا كان الفرن ديالكم كيتعطل 13 دقيقه ما تفوتوهاش باش يبقى معلك. انا راه واخا هكاك راني سهيت عليه واحد شويه، راكم عارفين مع الدراري وهذا نسيت انني راني مخدمه الفران، جاب الله ما تحرقش ليا، غير شويه من واحد الجهه تحمر، ولكن ماشي مشكل، ما يعني جا ما باينش. فداك الشيء علاش حضيو مع الفران هذا راه بحال الفوندون يعني ما كيتعطلش في الفران. صافي هنا هانتوما شوفوا هذاك لا راه بداو كيهرمشوا ليا فيها من الجنيبات. المهم هانتوما شوفوا راه كنوريكم بانه الدراري بداو كيهرمشوا من الجنيبات، كانوا جاو من المدرسه. صافي حيدتهم داك البيغيكس بالبابي كويسون بكل سهوله، ما كيلتصق ما حتى شي حاجه، وغادي نقطعو. غير هو انا ملي قطعته هانتوما تشوفوا مزاكله، قطعته شي كبير شي صغير، ولكن ديك الطريفات الصغار راه تنكلوا في هذا الكوتي هذا. والوصفه راه جات بصح نيت بنينه. غير هو المذاق باش ما نكذبش عليكم، المذاق ديال البغاوني بالزبده راه ما عنده حتى علاقه بهادشي اللي يعني بهادشي اللي عطيتكم انا في هاد لاغوسيت. هاد لاغوسيت بغاوني لا تيكستور ديال البغاوني ها هي حاضره، المكونات ديال البغاوني ها هما كاينين ابار الزبده، واللي زايد في الوصفه هو خميره ديال الحلوى، لانه البغاوني تيكون فيها البيكربونات. انا درت هنايا الخميره ديال الحلوى باش كيجيني مهوي من الداخل، وفعلا الوصفه جات ناجحه. ولكن بالنسبه للمذاق كتبقى الزبده لا يعلى عليها. كنتمنى اللي شاف هذه الوصفه هذه وعجباتو وطبقها يخلي ليا في لي كومونتير، اولا يخلي ليا يعني تطبيق، ما كرهت شيء تطبيق على الصفحه ديالي ديال الفيسبوك، راها بنفس اسم القناه. صافي غادي ننزلو في طبق التقديم هادشي اللي كاين. ومن طبيعه الحال هاد الانواع هادو ديال هاد لي غوسيت راه اكونسومي افيك موديراسيون، لانه راه بصح نيت كيجي عامر الشكلاط وكيجي كيقهم، يعني ما نكثروش. هذا ما كان. هانتوما شوفوا كيجي معلك. وانا منين سمعت بغاوني يعني غير بالزيت ما تسيقش حتى جربت، وكون الوصفه ما نجحتش معايا ما كنتش غادي نتقاسمها معكم. كنتمنى ما تنساوش اللايك والكومونتير. تنقول لكم في امان الله، وصفه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.